السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد سعيد عليكم جميعا وكل سنة وانتم بألف خير. بما اننا بقى في العيد عايزين نعمل كده للولاد حاجة مميزة كده شوية تفرحهم. بدل ما نشتري من بره هنعمل النهاردة الفراخ مشوية على الفحم بتتبيلة فوق الروعة. انا معتمدة التتبيلة ديت في كل انواع الفراخ المشوية، سواء كانت في الفرن او في الاير فراير او كمان على الفحم. ان شاء الله باذن الله الطريقه تعجبكم والتتبيله تكون سهله وبسيطه عليكم. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. معايا هنا الفرخه بتاعتي، انا جبتها حجمها صغير علشان تستوي معايا بسرعه، وكمان قطعتها قطع كده صغيره زي ما انتم شايفين، وخدت الصدور فتحتها كده من النص علشان برضو تستوي معايا على طول. معايا بقى هنا الخضار بتاعي، معايا طماطمايه، بصلايه متوسطه، فلفل اخضر، فلفل احمر، ممكن تحطي فلفل سبايسي لو حابه ان هي تكون حراقه شويه، نص معلقه صغيره من الزعتر، ورق لوري، وفصين من الحبهان، وكمان كام عود كده من القرنفل بيديها طعم حلو قوي وريحه كمان حلوه قوي. هبتدي بقى اقطع الخضار بتاعي في الخلاط، تقدري تضربيهم في الكبه لو حابه، بس انا بفضل ان هي تكون في الخلاط لان بتنعم الخليط، وفضل ان هو يكون ناعم قوي علشان الفراخ ما تتحرقش معاكي بسرعه قبل ما تستوي. هحط بقى باقي التوابل ديت معاها تطحن معاها، ومش هي دي كل التوابل اللي احنا هنحطها، لسه في حاجات تانية هنضيفها، بس دول علشان خاطر يتطحنوا معاهم. وحطيت كمان حوالي 3 فصوص توم مهروسين، وحطيت كمان نص كوبايه صغيره من عصير البرتقال الفريش. انا كده كده بحطه على التتبيله، بس انا حطيته يعني في الاول مع الخضار في الخلاط علشان الخلاط بس يشتغل معايا يمشي معايا. عصير البرتقال الفريش بيدي طعم حلو قوي قوي للشاورما وكمان الفراخ المشويه. حطيت بعد كده معلقه كبيره من معجون الطماطم، نص كوبايه صغيره من الحليب، نص كوبايه صغيره من الزيت، حطيت كمان معلقه كبيره من الصويا صوص، معلقه كبيره من عصير الليمون، معلقه كبيره من الخل، واحط كمان معلقه كبيره من البابريكا بتديها لون حلو قوي. ومعايا بقى هنا معلقه كبيره كده هرميه من توابل او بهارات الشاورما، بتخلي الفراخ طعمها يروح في حته تانية خالص. وكمان معايا مع نص معلقه صغيره من الكاري. ولو مش حابه تحطي بهارات الشاورما او مش متوفره عندك، تقدري تحطي نص معلقه كبيره من بهارات الفراخ، بس صدقيني بهارات الشاورما بتدي طعم حلو قوي قوي للفراخ المشويه. ظبطت بقى كده الملح بتاعي، وابتديت احط الفراخ على التتبيله، وهقلبها بقى كويس جدا واتاكد ان الفراخ كلها اتشربت كويس جدا من التتبيله. لازم اتاكد ان كل الفراخ التتبيله دخلت جواها. طبعا اقل حاجه علشان بس يبقى طعمها كمان حلو معايا، تكون الفراخ شربت كويس قوي من التتبيله. اقل حاجه هسيبها في التتبيله ديت مده 3 ساعات، لو مستعجله او ممكن ساعتين، بس يا ريت مش اقل من كده يعني. لو يا ريت لو تعمليها قبليها بيوم وتبيتيها في التلاجة وتشتغلي فيها تاني يوم هتبقى روعه جدا. بعد ما عدت 3 ساعات حطيت كده كام قطعه فحم على البوتاجاز، وبعد كده حطيتهم على بقيه الفحم، طبعا بره الشقه خالص، وهويت كده عليهم لحد ما الفحم ولع معايا. واول ما الفحم يجهز كده ابتديت على طول احضر الفراخ بتاعتي على الشبكه. طبعا ممكن تعمليها في الاسياخ، وممكن كمان بنفس الطريقه بالظبط لو مش حابه تعمليها على الفحم، تقدري تحطيها برضو في الفرن شويه، في الفرن برضو هتبقى ممتازه جدا معاكي. تشغلي الفرن من تحت بس وتحطيها على الشبكه بتاعه الفرن في النص، وعلى نار متوسطه كده، وتبتدي تقلبيها كل شويه لحد ما تستوي وتاخد لون معاكي، وهتبقى برضو فوق الممتازه. حبينا النهارده نغير ونعمل جو كده حلو علشان العيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. هاخدها بقى كده واحطها على طول على الفحم. طبعا احنا كده كنا بره الشقة عشان الدخان. آه ب يعني بتابعها بقى كده لحد ما بتاخد لون من الناحية التانية، وبقلبها على طول على الجنب التاني. اول ما بتاخد لون معايا من الناحية ديت بقلبها على الناحية التانية، وافضل اقلب فيها كده شوية من هنا وشوية من هنا لحد ما اتأكد ان هي استوت معايا تماما. زي ما انتوا شايفين كده، حاجة بجد تفتح النفس، وحاجة جديدة ومميزة تقدري تفرحي بيها كده العيال في العيد. وبدل ما تشتريها من بره اعمليها بايدك في البيت. والله العظيم التتبيلة ديت في منتهى الجمال، جربيها للفراخ المشوية. شويها بأي طريقة تعجبك، في فرن البوتاجاز، في الاير فراير، على البوتاجاز حتى من فوق، والله بطريقة جميلة جدا وهتعجبك قوي.
فراخ مش مستوية، بصوا مستوية وبيضة جدا من جوه ومستوية وجميلة وطعمها في منتهى الروعة. جربوا التتبيلة ديت في اي طريقة للفراخ اللي هتشوها بيها، هتعجبكم جدا وهتعتمدوها على طول. تقدري بقى تعملي معاها جنبها كده شوية رز بسمتي او مكرونة بالصلصة، او كمان تقدروا تاكلوها كده بالعيش مع سلطة الطحينة وسلطة خضراء، هتبقى في منتهى الجمال. يا رب الطريقة النهاردة والتتبيلة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها عشان متأكدة ان هي فعلا فعلا هتعجبكم. وكل سنة وانتم بألف خير، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.